المقالي شاعلين والمسمن والحرشة كيطيبوا، والريحة ديال الشهيوات معمرة داري، وانا غارقة في الكوزينة فرحانة بضياف الصيف وباغية ما ينقصهم حتى خير. ولكن ما كنتش عارفة ان فوق راسي مباشرة في بيت السطح كانت كتوقع مصيبة في الصمت غادي تقلب حياتي وحياة عائلتي كاملة. داري كانت عامرة بالضحك واللمة، ولكنها بلا ما نحس ولات دار غفلون. وحتى سلا الصيف ورجع كل واحد لبلادو، ما كانش على بالي ان السر اللي تخبى في بيت السطح غادي يبان بطريقة ما كنتش كنتخيلة حتى في أسوأ كوابيسي. انا سعاد، مرا متزوجة وعندي وليداتي، ومن بين ولادي كانت عندي بنت سميتها مريم، كان في العمر ديالها 14 سنة. مريم كانت بنت ذكية وفطينة، كتفهم بسرعة وكتلقط الكلام من غير ما يتعاود ليها، وحتى في البنية الجسدية ديالها كانت كتبان أكبر من العمر ديالها. اللي يشوفها لأول مرة صعيب عليه يصدق أنها مازال عندها غير 14 سنة، ولكن رغم شكلها والذكاء ديالها كانت في الأخير غير مراهقة صغيرة، مازال ما عندهاش تجربة في الحياة ولا القدرة باش تفهم خطورة بعض القرارات. الحمد لله ربي رزقني بدار كبيرة تبارك الله، السفلي والفوقي وطابق ثالث، وزيد عليهم بيت صغير في السطح. كانت داري معروفة وسط العائلة، كل صيف كتتحول بحال شي دار ديال العرس. خوتي وقريباتي كيجيو عندي، والوليدات كيلعبوا بين الطوابق، والضحك كيبدا من الصباح وما كيسالي حتى لنص الليل. وكنت كنفرح بهاد اللمة وكنقول الدار اللي ما كيدخلوهاش الضياف ما كتدخلهاش البركة. كان عندي أخت مزوجة وعايشة في أوروبا، وعندها حتى هي ولاد، ومن بيناتهم ولد مراهق في عمره 17 سنة. هاد الولد كان معروف وسط العائلة بالأدب والهدوء، ما كيرفعش صوته على الكبار، كيسلم على الجميع وكلامه موزون. وحتى أنا كنت كنشهد فيه بالخير وكنقول تبارك الله عليه، ولد مؤدب ومربي. في كل عطلة صيفية أختي كانت كتجي عندي من أوروبا، والصراحة كنا متفاهمات بزاف، ما كانش بيناتنا لا حساب لا غيرة. كانت كتشاركني أسرارها وكنشاركها أسراري، كنت كنكبر بها قدام الناس، وكنت ماشي غير كنحسب اختي فقط، كانت اختي وسندي وصاحبتي. حتى ولادنا ترباو مع بعضياتهم، كل ما جات المغرب كيتجمعوا ياكلوا ويلعبوا ويخرجوا مجموعين بحال الا هما خوت ماشي غير ولاد الخاله. واحد الصيف وكيف العاده جات عندي اختي من اوروبا ومعها ولادها، ومن بيناتهم داك الولد اللي عنده 17 سنه. من نهار وصلوا انا بين السوق والكوزينه، عمرت الثلاجه بالخضر والفواكه والمجمد باللحام والدجاج. في الصباح كنوجد المسمن والحرشه، وفي الغدا الطواجن والشهيوات، وفي العشيه اتاي والحلويات، وبالليل كنبدا نفكر في العشاء. كنت باغيه اختي ترتاح وتحس براسها في دارها، وما ينقصها حتى خير وهي معايا. كنت كنشوف مريم وولاد اختي مجموعين، مره كيضحكوا في السفلي، ومره طالعين الفوق، ومره كيلعبوا في السطح، وما كان كيدخل ليه حتى شي شك. بالعكس كنت مطمئنه وكنقول هادو ترباو فحال الخوت، ما بيناتهم غير المحبه والضحك. ولكن مع الزحام وكثره الداخل والخارج، الدار ولات دار غفلون، واحد طالع وواحد هابط، واحد كينادي من الفوق وواحد كيجاوب من التحت. وانا كل همي هو ما يتحرقش الطاجين وما يبردش المسمن وما يحس حتى شي ضيف بشي نقصان. وفي وسط هاد الحركه كلها كان باب بيت السطح كيتحل وكيتسد، وكانت كاينه امور كتوقع بعيد على عيني، امور ما شفتاش وما تخيلتش اصلا انها تقدر توقع تحت سقف داري. مرات كنت كنسمع شي خطوات فوق راسي وانا كنقلب المسمن فوق المقله، كنرفع عيني للسقف لحظه ومن بعد كنرجع للطياب وكنقول راه غير الوليدات كيلعبوا. ما كانش على بالي ان داك البيت الصغير اللي في السطح واللي عمرني عطيته اهميه كان مخبي سر غادي يقلب حياتي كامله. دازت ايام الصيف بسرعه، سالا شهر 8، جمعت اختي حوايجها
وودعتنا هي وليدتها ورجعوا لأوروبا. ودعتها وقلبي عامر بالفرحة على داك الصيف اللي داز في اللمة والضحك. ملي مشاو الضياف تنفست وقلت الحمد لله داز كل شي بخير، ودابا نرجعوا لحياتنا العادية. ولكن ما كان حتى شي حاجة عادية. من بعد أيام قليلة بديت كنلاحظ أن مريم تبدلات، ولات ساكتة بزاف، كتسرح بعينها، ومرات كتسد على راسها في الغرفة. وجهها بدا كيصفر، ما بقاتش كتاكل بحال قبل. مرة كتقول كرشي كتوجعني، ومرة كتشكي من ظهرها، ومرة كتجري للحمام وهي حاسة بالغثيان. كنت كنسقسيها وكنقول لها مالك يا بنتي، وكانت كتجاوبني والو يا ماما، غير معدتي كتوجعني. صراحة ما مشاش يبالي لشي حاجة خطيرة، وقلت ليها هذا غير داك اندومي والشراب المتلج اللي بقيتو كتاكلو في الصيف، فرعتو مصرنكم بهذا التخربيق. ولكن الايام كانت كتمر وحالتها ما كتحسنش، بالعكس كانت كتزيد تسوء. واحد النهار لقيتها جالسه بوحدها وكتبكي. قربت منها وسقسيتها شكون اللي عصبك يا بنتي؟ مسحات دموعها وقالت حتى واحده ماما. ومن بعد شافت فيا وقالت بإلحاح غريب ماما عافاك بغيت الدلاح. استغربت وقلت الدلاح ودابا؟ قالت يا ماما عافاك جيبيه ليا باغيه بزاف. ما عرفتش علاش، ولكن في ديك اللحظه حسيت بواحد البروده دازت في جسمي. شي سؤال مخيف بدا كيدور في راسي، ولكن كنت كنرفض حتى نفكر فيه. قربت منه وسقسيتها مريم العاده الشهريه ياك جاتك هاد الشهر؟ مني سمعت هاد السؤال تبدل الوجه ديالها، سكتات شويه وهربات بعينها مني، ومن بعد قالت ماما جاتني. طريقه الكلام ديالها ما دخلت ليش راسي، ولكن قلت يمكن غير كنظلم بنتي بالشك. بغيت نصدقها، ولكن قلبي مرتاحش. حتى باباها لاحظ انها مريضه. قلت ليه خاصنا نديوها للطبيب. البنت ما بقاتش هي هذيك، ولكن شاف فيها وقال راه غير البرد والماكله والشراب المخلط في الصيف، بلا ما نديوها للسبيطار ويعمروها لينا بالدوايات. سكت قدامه، ولكن ديك الليل ما نعستش. كلما غمضت عيني كنشوف وجه بنتي المصفر، وكنعاود نتذكر الطريقه اللي هربات بها من السؤال. في الصباح منين خرج راجلي لبست حوايجي وقلت لمريم وجدي راسك غادي نمشيو للطبيبه. بان عليها الخوف وقالت علاش ماما راه وليت مزيانه. جاوبتها وقلت غير باش نطمئن عليك يا بنتي. مشينا للكلينيك والطبيبه طلبت لينا بعض التحاليل والفحوصات. منين خرجت النتائج دخلت انا وبنتي بجوج لمكتب الطبيبه. جلست مريم حدايا وهي حاطه راسها في الارض، وبقيت كنراقب الطبيبه وهي كتشوف في التحاليل. هزات الطبيبه عينيها في مريم، ومن بعد شافت فيا وسدت المكتب وقالت بهدوء مدام خاصك تحاولي تكوني قويه. هنا بدا قلبي كيدق بقوه. قلت لا علاش بنتي عندها شي مرض خطير؟ بقات ساكته لحظات ومن بعد قالت بنتك راها حامله. بقيت كنشوف فيها وما فهمت والو. قلت شنو قلتي؟ عاودات الطبيبه التحاليل واضحه بنتك حامل. دورت وجهي لبنتي ولقيتها ما تفاجأت حتى شويه، كانت غير كتبكي وراسها في الارض. هنا فهمت انها كانت شاكه في الحقيقه، ويمكن كانت عرفاها من قبل. شديتها من يدها وقلت للطبيبه وانا كنت ترعد ولكن بنتي عندها غير 14 عام، يمكن غلطتوا في التحاليل عاودوهم. جاوبتني الطبيبه للاسف ما كاين حتى غلط. في ديك اللحظه حسيت بالدنيا كتدور بيا. بغيت نوقف ولكن رجلي ما بقاوش يهزيني. بديت كنضرب في وجهي وكنقول يا ربي شنو وقع في داري، شكون وصل لبنتي وفين كنت انا؟ الطبيبه شدت فيا قبل ما نطيح، عطاتني الماء وبقات كتهدئني. اما مريم فكانت جالسه في بلاصتها وكتبكي بصمت. خرجنا من الكلينيك، ولكن ما قدرتش نرجع مباشره للدار. كنت خايفه يشوفني باباها في ديك الحاله ويفهم ان شي مصيبه وقعت. مشيت انا ومريم لواحد القهوه بعيده وجلسنا في ركن خاوي. بقيت ساكته مده وانا كنشوف فيها وهي ما قدراش ترفع عينيها فيا. شديت يديها وقلت عافاك يا بنتي، قولي لي الحقيقه، شكون اللي عمل لك هاد الشي؟ واش شي واحد هددك؟
واش اعتدى عليك شي واحد؟ غير تكلمي وانا نحميك. والو، ما جاوبتنيش. بقيت كنبكي وكنترجاها. راه غادي نموت الا خليتيني هكذا. شكون هذا اللي عمل فيك هاد الشي؟ جاوبتني بصوت ضعيف وقالت: ماما، ما نقدرش نقول ليك. قلت ليها: خاصك تقولي، خاصنا نلقاو حل قبل ما يعرف باباك وقبل ما يخرج السر للناس. منين فهمات انني كنفكر في حل ينهي الحمل، رفعت راسها فجأة وقالت: الا قسطيني ولا عملتي شي حاجه لولدي غنهرب من الدار، ولا غادي نعمل شي مصيبه في راسي. بابا غادي يفهمني. بقيت كنشوف فيها مصدومه. قلت: ولدك وانتي مازال طفله؟ شكون الاب؟ بقات كتبكي بقوه، حاولت تهرب من الجواب، ولكني بقيت كنترجاها حتى قالت جمله واحده قلبات كل شيء: ولد خالتي. قلت ليها: شنو؟ عاودات وهي كتبكي: ولد خالتي، ولد اختك ماما. حسيت بحال شي حد ضربني بالسكين وسط قلبي. رجعات ليا صور الصيف كامله دفعه وحده، الضحك والجري بين الطوابق والخطوات اللي كنت كنسمعها فوق راسي، وباب بيت السطح اللي كان كيتحل وكيتسد، وانا في الكوزينه كنوجد المسمن والشهيوات، مطمئنه وكنقول راه غير ولد خالتها وترباو في حال الخوت. ما قدرتش نستوعب ان داك الولد مؤدب اللي كنت كنشوفه بحال ولدي هو اللي كتكلم عليه بنتي. خرجت تليفوني وعيطت لاختي. يدي كانوا كيترعدوا وقلبي كان كيتمنى يكون كل شي غير سوء تفاهم. منين جاوبات قلت ليها: اختي، وقعت لينا مصيبه كبيره. سقستني: شنو واقع؟ قلت: مريم راها حامله وكتقول ان الحمل من ولدك. تسنيت نسمع منها صرخة، بكاء، أو حتى سؤال على صحة بنتي، ولكنها بدات كتضحك وقالت لي: واش نتينا مسطية؟ ولدي مربي ومؤدب وما سوقيش في بنتك. سيري شوفوا بنتك مع من كانت كتدور في المغرب. صراحة ما تيقتش الرد ديالها، وقلت ليها: راه بنتي ما عندها حتى شي سبب باش تكذب، خاصنا نهضروا مع ولدك ونعرفوا الحقيقة. ولكن أختي كانت مفشة ولدها ومكبرة به بزاف، وبالنسبة ليها ولدها ما يقدرش يغلط، وأي كلام ضده خاصه يكون غير كذبة. قالت ببرود: ولدي باقي قاصر، وأنا عارفة التربية اللي ربيت بها ولدي. بنتك هي اللي خاصك تقصيها. فين ومع من كانت باش حملت؟ رديت عليها: راه حتى بنتي قاصر وعندها غير 14 سنة. ولكن الأخت ديالي قلبات الوجه ديالها للآخر وقالت: دابا عاد فهمت شنو باغيين. انتينا وبنتك طامعين تمشيو لأوروبا، وبغيتي تلصق بنتك في ولدي باش يتزوج بيها ويعمل ليها الوراق، ومن بعد تجي حتى انتينا. الكلام ديالها نزل عليا بحال الصاعقة. أختي اللي كنت كنفتخر بيها واللي عمري شكيت في المحبة ديالها تهمتني بأنني متفقة مع بنتي على مؤامرة باش نوصلوا لأوروبا. قلت ليها وأنا كنبكي: واش عارفة شنو كتقول؟ بنتي ضاعت، وأنا كنتسنى منك غير توقف معايا، وانتينا كتهميني في شرفي. ولكنها بقات مصرة: ولدي ما عمل والو، بنتك هي اللي كانت كترمى عليه، وانتينا باغية تستغل الموقف. منين شافتني مريم من نهارها خرجت التليفون ديالها ووراتني الميساجات اللي كانت بينها وبين ولد خالتها. الرسائل كانت واضحة، وكل كلمة فيها كتأكد أن العلاقة كانت بين الطرفين، وأن ولد اختي ما كانش بريء كيف ما كتقول الأم ديالو. صيفت الميساجات للأخت ديالي وقلت ليها: هاد دليل، شوفي بعينك وسقسي ولدك. كنت كنظن أنها منين غادي تشوف الحقيقة غادي تعتذر، أو على الأقل غادي تعترف بأن ولدها حتى هو مسؤول. ولكنها قلبات الكلام مرة أخرى وقالت: بنتك هي اللي بدات، وهي اللي كانت كتغويه، ولدي هو الضحية. ومن بعد سدات عليا الهاتف. في ديك اللحظة ما فقدتش غير الثقة في ولد اختي، لكن خسرت حتى اختي اللي كنت كنعتبرها اقرب انسانة ليا. رجعت لداري وانا حاسة ان ظهري تقسم، ما قدرتش نبقى مخبعة على رجلي. منين دخل طحت عند رجليه وبداو دموعي كينزلوا، وقلت ليه: سمح ليا، ما قدرتش نحدي بنتنا.
شاف فيا بخوف وقال: شنو وقع؟ قلت بصوت مخنوق: بنتك راها حاملة. تبدل وجهه بقى ساكت، ومن بعد سقساني: من شكون؟ جاوبته: من ولد اختي. جلس في الارض وحط يديه على راسه وبدا كيبكي بحرقة. كانت هذه اول مرة غنشوف فيها راجلي منهار بهذه الطريقة. خفت يضرب البنت او يجري عليها من الدار، لكنه منين هدا شوية مسح الدموع ديالو وقال: هي بنتي، غلطات، ولكن ما غاديش نزيد نضيعها، خاصنا نحميوها ونلقاو ليها حل. راجلي حاول يتصل براجل اختي في اوروبا وشرح ليه المصيبة، ولكن الرد ديالو كان اقصى من داكشي اللي توقعنا، وقال: الولد مازال قاصر، والقانون هنا صعيب. الا بغيتو الفلوس من الطبيب نعطيوكم اللي بغيتو، ولكن الزواج ولا نجيبو البنت لاوروبا نساو الموضوع. تسدات البيبان كامله في الوجه ديالنا، والعائله اللي كنت مكبره بيها ومعمره بيها داري تخلات عليا منين احتاجتها. بقى راجلي كيفكر ايام، ومن بعد قال لي: غادي نبيعو الدار ونروحلو المدينه ما كيعرفنا فيها حتى واحد، نقولوا للناس بلي انتي اللي ولدتي، ونربيو الطفل بحال ولدنا، وبنتنا تكمل القرايه ديالها وتستر راسها. في ديك اللحظه عرفت قيمه الراجل اللي معايا، كان قلبه محروق، ولكن اختار انه يحمي بنته بدل ما يكسرها اكثر. تبدلات حياتنا، ما بقيناش كنعسو، ما بقيناش كنضحكو. كنت انا وراجلي كنوضو في الليل، كنصليو وكندعيو باش ربي يفرجها علينا. ما نكذبش عليكم، بزاف د المرات فكرت انا نعطيها شي حاجه اللي تطيح هاد الحمل، ولكن البنت ما شاء الله عليها كانت ذكيه، ما كانتش كتبغي تاكل من عندي، وكانت كتستناني حتى نخرج من الدار وتطيب شي حاجه لراسها، اولا تصيفط خاها الصغير يشري ليها شي حاجه من الزنقه. واحد الليله وانا ناعسه حتى كنسمع بنتي كتغوت، جريت للغرفه ديالها ولقيتها كتلوى من الوجع والدم كينزل منها. هزيناها بسرعه للكلينيك، والقلوب ديالنا غادي توقف من الخوف. من بعد الفحوصات قالوا لنا الاطباء ان الحمل توقف ووقع عليها اجهاض تلقائي. الحمد لله، ما نخبيش عليكم، فرحت بزاف، ولكن كنت خايفه على بنتي. واخا نجات من الحمل، ولكن النفسيه ديالها ما نجاتش بسهوله، دخلت في اكتئاب قوي واحتاجت لعلاج ودعم وقت طويل باش تقدر توقف من جديد على رجليها. اما حنا فبعنا الدار ورحلنا لمدينه اخرى، قطعنا العلاقه مع الناس اللي تخلاو علينا، وبدينا حياه جديده بعيده على بيت السطح وذكريات داك الصيف. مريم كبرات وكملات الحياه ديالها، ولكن الجرح اللي خلاه داك الصيف فينا ما تسمحاش لا بوقت ولا برحيل. واليوم انا ما كنحكيش قصتي باش نشهر بالبنت ديالي، ولا باش نبقى نلومها على غلط وقع وهي مازال مراهقه. كنحكيها باش نقول لكل ام ولكل اب: ما تغرقوش في الضياف والطياب وتنساو وليداتكم، راقبوهم بالحب والحوار، ماشي غير بالخوف والعقاب. ما تقولوش هذا ولد خالتها او هذا ولد عمها او راه غير واحد من العائله. الحدود خصها تبقى واضحه مع الجميع، والثقة ما كتمنعش الانتباه. حتى إلا كان المراهق كيبان كبير في بنيته أو ذكي وفطين، راه مازال محتاج التوجيه والحماية. الشكل الخارجي ما كيعنيش النضج النفسي ولا القدرة على تحمل نتائج القرارات. علموا وليداتكم يهضروا معاكم بلا خوف، وشرحوا ليهم الحدود والعلاقات والسلامة الجسدية بطريقة تناسب العمر ديالهم. وإذا لاحظتوا أي تغيير مفاجئ في الصحة ديالهم أو في السلوك ديالهم، ما تكتفيوش بالتخمين، ديوهم للطبيب وسمعوا ليهم بهدوء، لأن الصراخ والتهديد كيخليو الطفل يخبي الحقيقة أكتر. إلا غلط ولدكم ما تدافعوش عليه بشكل أعمى وتلصقوا المسؤولية كاملة في الطرف الآخر. خاص الحقيقة تتعرف وكل واحد يتحمل المسؤولية ديالو. الستر الحقيقي ماشي هو نخبعوا المصيبة ونسكتوا عليها، الستر الحقيقي هو نحمي ولادنا، نفتحوا معاهم باب الحوار ونتدخلوا قبل ما يتحول الخطأ إلى مأساة. الله يحفظ وليداتنا ووليداتكم من كل سوء. وإلا وصلتوا معايا حتى لنهاية القصة وخديتوا منها عبرة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس
باش يوصلوكم القصص المفيدة واللي فيها عبرة. دعمكم كيشجعني نستمر ونشارك معكم قصص أكثر. نتلاقاو إن شاء الله في حكاية جديدة. السلام عليكم.